السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ اياد زياد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله يا ربي. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. اليوم غادي نشارك معكم واحد الفيديو جديد. غادي نحضر معكم البريوش اولا الشهده. كتجي رائعه، كتجي خفيفه بزاف ومسفجه من الداخل. غادي نسقيها بالعسل، كتجي معسله وكتجي زوينه. غادي تعجبكم وغتعجب وليداتكم. تقدروا توجدوها للضيوف ديالكم، تزينوا بها المائده ديال كوتي، فكتجي رائعه وسهله. غادي تنجح معكم. كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. وما تنساونيش بلايكاتكم وتعليقاتكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو الى عجبكم مع الاصدقاء ومع العائله. غادي نخليكم باش تعرفوا على المقادير والطريقه، وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو هنا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، العبار بالكاس العنبه. وغادي نحتاجو 4 كاس ديال زيت نباتيه. وغادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال الحليب المجفف. وغادي نحتاجو ملعقه كبيره ديال الزبده. وغادي نحتاجو ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه، خميره ديال الخبز. وغادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. وغادي نحتاجو نصف ديال ساشي ديال خميره الحلوى. وغادي نحتاجو كيس ديال سكر الفانيليا. وغادي نحتاجو الماء دافي باش غادي نجمعو العجينه. غادي ناخد الخميره، غادي نضيف لها شويه الماء وغادي نخليها جانبا حتى كتفاعل لينا الخميره. نزيد لها شويه الماء وغادي نخليها باش كتطلق. صافي، دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. غادي نضيفو السكر ديال الفاني. غادي نضيفو الحليب المجفف. غنضيفو سكر سنيده. غادي نضيفو نصف كيس ديال الخميره ديال الحلوى. وغادي نضيف قبيصه ديال الملحه اللي نسيت ما ذكرتهاش لكم مع المقادير. غادي نضيفو زيت نباتيه او زيت المائده. وغادي نضيفو الخميره بعد ما كتكون دابت ليا في الماء. صافي البنات، هنا غادي نجمع العجينه بالماء دافي. العجينه كتكون مرخوفه وكتكون كتلصق لينا في اليد. من بعد عاد غادي نضيفو الملعقه ديال الزبده، غنبداو ندلكو بها. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجينه كتكون كتلصق. هنا دابا غنضيفو ديك الزبده شويه بشويه. من بعد ما كنضيفو الزبده راه كتبدا كتجمع لينا العجينه، ما كتبقاش كتلصق لينا. هنا سطح العمل قبل ما نخدم فيه كنكون نظفته مزيان. صافي، هنا كنبداو كنضيفو الزبده كندخل فيها الزبده وحنا كندلكوها بهذه الطريقه هذه حتى كتولي لنا واحد العجينه اللي رطبه بزاف ومدلوكه، وكتولي لنا عجينه لينه. كنبقاو كندلكوها بهذه الطريقه حتى كندخلوا فيها دوك الزبده مزيان. صافي، دابا غادي نديرها في واحد الاناء وغادي نغطي عليها وغادي نخليها حتى كتخمر، حتى كيتضاعف الحجم ديالها. كنخليوها جانبا حتى كتختمر. من بعد غادي نتلاقى معكم من بعد ما غتخمر. غنتلاقى معكم هنايا. عندي هنايا قطعه ديال الجبن المثلث قطعته. هنايا الخميره ديالي من بعد ما خمرات كتكون ضعف الحجم ديالها. دابا كنديرها على سطح العمل، كنخرجوا منها هذاك الهواء.
كنقطعها على 2 قطع. وكنبدا كنبسطها. غندير شويه ديال الدقيق، ما غاديش نكثر مزيان، وكنبدا كنبسط كل وحده. غادي نبدا بالاولى. غادي ندلكها بالثلاك. كنحيدو الدقيق باش ما يتجيناش داخل فيه دقيق من الداخل. كنديرو غير شويه باش ما تلصقش لينا على سطح العمل. صافي كنطلقوها بهذه الطريقه هذه. وهنايا غادي نحتاج المول مربع. استعملت مول مربع، درت ليه ورق ديال الطبخ من التحت ودهنته بالزبده. هنا كناخذوا القطعه ديال البيتزا وكنبداو كنقطعوا على هذا الشكل. الا ما عندكمش قطعات البيتزا كديروا غير شي سكين. صافي كديروا على هاد القطع مربعات بهذا الشكل هذا، وكتبداو كتبسطوا هكا، وكديروا قطعه واحده ديال الجبن وكتجمعوها بهاد الجنيبات هكا، وكديروها على هاد الشكل هذا. كيكون على هاد الشكل على حساب نتوما، على حساب الرغبه ديالكم. بغيتو ديروها غير على شكل كويرات ماشي مشكل، انا غير بغيت ندير هاد الشكل هذا. صافي كنعمرها من داخل. بالنسبه للفرماج تقدروا تستعملوا الجبن المربع، انا هنايا اكتفيت بالجبن المثلث قطعته. صافي هنا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نعمر دوك القطع ديالي كاملين. من بعد فاش غنساليهم غادي ندوز للقطعه الثانيه، حتى هي غادي نشكلها بنفس التشكيله اللي شكلت حتى كنساليهم كاملين. ديك الساعه غادي باش ما نطولش عليكم فيديو، ديك الساعه غادي نرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالها. من بعد ما شكلتها كتكون على هذا الشكل. كنخليها متباعده على بعضياتها لان مازال كتزيد تخمر وكتزيد كتلاصق. هنا غادي ندهنها. غادي ندهنها بشويه الحليب مع نيسكافي خلطتهم. وكنبدا كندهن الوجه ديالهم بهذه الطريقه هذه. بالنسبه اللي كيبغيو يديروا البيض يدهنوا بالبيض، داك الاختيار كيبقى ديالكم. المهم انا كندهن غير بالنيسكافي والحليب فقط. صافي غندهنها كامله. من الاحسن البنات دهنوها وهي مازال ما خمرات، ما تخليوهاش حتى كتخمر عاد كتبداو تدهنوا باش ما تهبطش لكم ديك الخميره، ما تهبطش لكم في الخميره. صافي هنا غادي نغطيها وغنخليها حتى كتخمر لينا. غنخليها جانبا، من بعد غادي ندوزو باش غنطيبوها. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما خمرات ليا البريوش كيكون على هذا الشكل، كيتلاصق مع بعضياته. دابا غادي ندخلها للفرن يكون مسخن، وغادي نخليها حتى كطيب. عاد ديك الساعه كنشعل عليها كتحمر من الفوق، وغادي نجبدوها باش غادي نشوفوا الشكل ديالها. هنا من بعد ما طاب ليا البريوش كيكون على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندهنها غادي نسقيها بالعسل. درت معاه واحد الملعقه ديال ماء الزهر غادي نسم به. صافي كنسقيها وهي مازال سخونه باش كتشرب لينا داك العسل وكيدخل مع دوك الجنيبات ديالها. صافي كتكون على هذا الشكل هذا. دابا غادي نخليها حتى كتشرب العسل مزيان وكتبرد. غادي نزينها بحبيبات ديال الشكلاط. والتزيين كيبقى اختياري وكيبقى على حسب الرغبه. تقدروا نتوما تزينوا باي حاجه بغيتو، تزينوها بالكوك اولا بالمكسرات اولا تزينوها باللوز ايفيلي على حسب اللي بغيتو، اولا خليوها غير هكاك حتى هي كتجي زوينه. دابا غادي نخليوها تبرد وغادي نشوفوا الشكل ديالها النهائي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا البريوش ديالنا كيكون على هذا الشكل هذا، كيجي رائع
صراحه كيجي زوين بزاف وساهل، غادي يعجبكم الا جربتوه. كنتمنى تشجعوني بالتعليقات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء، وشكرا بزاف على المشاهده.